بسم الله الرحمن الرحيم. احنا في حي الاشجار. قلنا يا جماعه في فتره الشتاء النباتات بتنقسم الى قسمين. نباتات متساقطه، يعني نبات بيجي بيدخل في طور فسيولوجي معين فبيسقط ورقه في الشتاء. النبات المتساقط زي الخوخ، البرقوق، المشمش، العنب، التفاح، الكمثرى، الكاكا، كل دي نباتات متساقطه. التين البرشومي، كل دي نباتات متساقطه. نبات متساقط خلاص دخل في طور سكون، نمنع عنه الميه ونمنع عنه التسميد. يعني غلط انا يبقى عندي نبات متساقط بالطريقه دي وبرده مازال بديله ميه، كده غلط. الميه مره على مره على مره هتعمل لك اعفان جذور. طيب عندي نبات متساقط زي كده ولسه ما سقطش ورقه، زي الشجره الجميله اللي قدامنا دي، شجره تفاح، عايزين نسقط ورقها. وقلنا بنسقط ورقها ليه؟ عشان البراعم بتاعت الشجرة تتعرض لبرودة أكتر. كل ما تتعرض لبرودة أكتر كل ما تزهيرها يبقى أفضل، نحافظ عليه بالتغذية، يبقى إنتاجها أفضل. جميل. يبقى حالة زي اللي قدامنا عايزين نسقط ورقها، هنعمل إيه؟ هنرشها سلفات زنك، معلقة أكل من سلفات الزنك على 3 لتر مية، ترش بيها الشجرة دي خلال 48 ساعة هتلاقي الورق كله نزل. طب اشمعنى سلفات الزنك؟ قلنا الزنك هو عنصر الخصوبة في الكائن الحي، سواء الإنسان أو النبات أو الحيوان، هو عنصر الخصوبة. لما بيمتص عن طريق الورقة بتاخده بتروح مصدراه مديها للطرحات دي، للبراعم اللي انت شايفها دي. يبقى في الحالة دي أنا عملت حاجتين، زودت الخصوبة بتاعت النبات وسقطت الورق اللي أنا مش عايزه. كتير يقول لي طب ما أنا أعمله كده يا عم الحاج وخلاص ونخلص بقى. يقول لك غلطان. هقول لك ليه؟ أولا أنا اديت الورقة دي زنك، خلاص حصل لها شعوطة أو احتراق وصدرت كل اللي فيها من الزنك والعناصر الغذائية اللي موجودة فيها كمان اللي هي مخزناها من الموسم اللي ايه السابق. يعني الورقة دي مش فيها محتوى غذائي قديم، مش كده؟ لما امسكها كده يبقى انا رميت المحتوى الغذائي ده في الارض. انما الزنك بيعمل عملية نقل لكل العناصر الغذائية اللي موجودة في الورقة دي بما فيهم العنصر نفسه زنك، ويروح ضخخها فين؟ يضخها لي في الطراح ده، في البرعم ده. يبقى انا زودت الخصوبة وخدت كل المحتوى الغذائي اللي في الورق اللي المفروض هينزل، قبل ما ينزل خدت المحتوى ده كله وضخيته في الايه؟ في الطراح اللي عندي. الموضوع ابسط من البساطة، شوية زنك على شوية مية، يبقى انا استفدت بالمخزون اللي في الورق وزودت الخصوبة بتاعت النبات وعرضت البرعم اللي عندي اللي هيظهر، اللي هو البرعم ده اهو. خلاص اهو، ده اسمه ايه؟ برعم. البرعم ده لو تعرض لبرودة كويس هيتحول لبرعم زهري. طبعا ده مع التغذية الجيدة، مع التغذية تكون انت مغذي بالفعل. جميل. لو انا سبت الورق عليه نسبة كبيرة من البراعم بتتحول لبراعم خضرية، يعني هتديك نمو خضري فقط لا غير.